حبايب قلبي عاملين ايه النهارده؟ بقى هنعمل مع بعض طبق الجوليش المقرمشه بالشكل اللذيذ الجميل العسولة خالص دي للمبتدئين، وهتعملي احلى جوليش. بصي لونه الذهبي ومقرمش جامد جدا، حاجه كده مقرمشه وبطريقه عبقريه. مش قولها تدهنيه بقى ورقه ورقه في ثواني تخلصيه في ثواني. يعني بصي حاجة كده تجنن لأي بقى ضيوف يجولك على فجأة، لأي عزومات هتعملي صينية الجلاش الجميلة دي. واحدة واحدة بقى كده نرتب أفكارنا. أول حاجة نحط العسل على النار. احنا حاطين 3 كوبايات سكر، عليهم 2.5 كوبايات مية، سيبناهم يغلوا مع فص ليمون. هنا بقى على طول جبنا الجلاش بتاعنا، هنقطعه كده بالشكل ده، هنقطعه كده سبعات اكننا بنعمل بالظبط كروسون او مولتو. يعني بصوا سبعات كده بالشكل ده، حاجة كده هتدي شكل جديد خالص ومختلف. ممكن تقطعيه عادي مستطيل بالطول، احنا كنا بنعمله كده برضو مع بعض، بس دي طريقة تانية. تقطعي بقى كده مثلثات بالشكل اللذيذ ده. تكوني بقى مجهزة الحشوة بتاعتك، سوداني على جوز هند على زبيب، اي حشوة انتي عايزاها اعمليها. مش هيقولك لا عايزة تحشي بسبوسة، عايزة تحشي كنافة، بصي زي ما انت عايزة. احنا كده جبنا الحشوة ولفتها اهي كده معاكم، بصوا الشكل الجميل العسولة ده. دي بقى صينية كده مدهونة سمنة، وحطي عليها. مش هنعمل بقى نعمل ورقة ورقة ولا الكلام ده خالص، سمنة. احنا في ثواني هتلفيه كده وعلي بنتك كده ولا حد جنب، في ثواني هتخلصيه يبقى بالشكل الجميل ده. بصوا تحفة تحفة. هنا بقى قطعنا وعملنا حبة، وطحنا بقى الكمية كلها بتاعتنا، تخليها انعم كده، بتدي شكل جميل، وفي نفس الوقت بتدي كمية اكبر. بصي بالشكل الجميل ده. نعمل كده تاني مع بعض. طبعا تخلي بالك ان الجلاش بينشف بسرعة، بيبقى عامل زي الورق، فلو انت هتقعدي في مكان فيه مروحة لازم تغطيه بفوطة او بكيس. حابة تعمليه على الترابيزة بالشكل زي ما انت شايفة كده ماشي، حابة تعمليه على ايدك ماشي، يعني زي ما انت عايزة اعمليه زي ما تعرفي. بصي في ثواني على طول، جميل جدا ولذيذ، وهيعجب اي حد هياكله هيقولك عايز تاني. هتعملي اكبر كمية في ثواني بسرعة الصاروخ. حابة تعمليه بدون فرن مفيش مشكلة، تحمريه على النار، بس انا ما بفضلش كده، بفضل في الفرن يبقى كله لون واحد. اما على النار ممكن تنسي سنة، ممكن تتلهي عنه دقيقة ولا ثانية، هتلاقي حبة تحمره وحبة لأ. فليه في الفرن في ثواني هيتعمل. وشجعوني كده بشوية لايكات واشتراكات كده لأول مرة تشوفيني، ودعموني كده والقناة تكبر بيكو. بجد بحبكم في الله، ربنا يسعد ايامكم. احنا خلصنا الكمية كلها. بصوا ما شاء الله، عملت صينية كبيرة وعملت حبة في صينية تانية. هنجيب بقى سمنة كده فرن زبدة او جنة، انا سيحت هنا زبدة جنة وحطها كده بالشكل ده. كده ده مكان ما تقعدي تلفي واحدة واحدة وتدهنيها بالسمنة، لا في ثواني معدودة اهو اتلف وتحط عليه السمنة وبقى تمام التمام. هتسخني بقى الفرنة وتحطي بقى فيها كده الجلاش بتاعنا. وطبعا العسل حطيناه في اول الفيديو فهو زمانه خلاص تقيل وبقى مية مية. هنوطي بقى عليه او نطفي عليه خلاص لو اتعمل. وسقينا اهو كده بالسمنة. ما تحاوليش تسيبي حاجة ما تسقيش، لان السمنة دي اللي تخليه مورق كده ومقرمش وزي العسل. بجد جميل جدا، وطعمه كان في غاية الروعة والجمال، بجد حاجة فظيعة. بصوا ما شاء الله كله طالع لون واحد، والصينية سخنة بس كده، فبصوا جميل جدا. هننزل بقى عليه كده بالعسل اهو، العسل بتاعنا الشربات.
ننزل بقى عليه كده. بصوا بعد بقى ما تنزلي عليه كده بالعسل، ما تسيبيش العسل فيه، يعني نصيحة عشان خاطر ميبقاش زي بره كده يبقى مليان عسل وتقيل ويجزع. لا، مجرد انتي حطيتش فيه العسل هو هيشرب الحبة اللي هو عايزه، ما تسيبهوش فيه اكتر من كده. هتروحي جايبة طبق سرفيس كده اللي هتقدمي فيه، وتروحي مطلعة منه جلاش ورصاه في الطبق بتاعك. يبقى احنا كده عملنا عصفورين بحجر، منه اتقدم بشكل جميل، ومنه ما تشربش العسل وبقى طري، ومنه سكره كان مظبوط. يعني بصي حاجة كده لذيذة وجميلة جدا. اتمنى تجربوه ويعجبكم، وتقولي كده في الكومنتات دعوة حلوة، تعليق حلو منكم. نشجع بعض كده يا جماعة. هنا بقى كده خلاص، انا سيبته دقيقتين بس كده يشرب الحبة اللي هو عايزه. نجيب بقى كده طبعا نحط فيه كده ايه حاجز كده في النص، عشان خاطر نعرف نلفه يبقى بالشكل ايه الدورية بتاعتنا، بيبقى شكل طبق جميل جدا. حاولت اعمله بالمعلقة فالنبي عربي فمعرفتيش فحبيت اعمله بايدي احسن. هو سخن شوية بس قدها ان شاء الله. هنحاول بقى كده بالشكل ده واحدة واحدة هنلف الطبق بتاعنا، ونخلي كل شكله متساوي وجميل. ما شاء الله عمل معانا كمية حلوة قوي ومقرمش، وبجد مخدش اي وقت لنا خالص. في ثواني هتعمليه، هتحطي الشربات على النار وتقطعي الجلاش بتاعك وتجهزي الحشوة، في ثواني هيتلف، ولا بقى ورقنا ورقة ورقة ولا اي حاجة. هيبقى صابع الجلاش محشية مقرمشة، حاجة كده بطريقة عبقرية كده جميلة جدا. وقليل جدا اصلا اللي بيعملوا كده بالشكل الصوابع ده، كتير مننا يحبوا يفردوه كده على طول في الصينية، يسقوا بقى باللبن، يسقوا بالعسل. بصوا ما شاء الله عمل كمية حلوة قوي. وبصوا الطبق بتاعنا شكله جميل ولذيذ ازاي، حاجة كده تفتح النفس. يعني عايزة اقول لكم بجد الواحد ريقه يجري كده عليها. بصوا الله جميل جدا، حاجة كده روعة. اخر قرمشة واخر تحميرة وحاجة كده وهم. بصوا ما شاء الله حاجة كده حلوة قوي تعجبكم، لازم تقومي تجربيها. متنسينيش بقى باشتراك ولايك حلو منك، ترفعي الفيديو باكتر عدد من اللايكات.